درت لك واحد الاختراع اليوم. ايه اختراع. شكله حلو خالص. ذوق وقول لي وش رايك. ادوق. وقول لي اذكى نحط لهم الوصفه ولا لا. ذوق. طب وايه الاختراع ده يعني هناكل؟ كريب. كريب؟ هاكل كريب على الفطار، في الفطار عادي؟ ذوق برك ذوق. كريب بالبيشاميل. وش بيك؟ انت بتهزري؟ والله ماني متمسخره. وين راح الشوربه فريك حنوندي؟ لا خلاص عييت. وعيتي من الشوربه فريك؟ عييت من الطبيخ، طول اليوم واقفه في المطبخ. خلاص جبت اخري. تمام. تاكل هي اكله واحده كل يوم، نطبخوا اكله واحده خلاص. مش انت اللي قايله عندكم تقريبا الشهر كله بتشربوا شوربه فريك ولا؟ انا ما عدتش نقدر نوقف. طب انا اتعودت على الشوربه فريك يا حنونتي. وانا ما عدتش قادره نوقف. يا جدك ايه دي؟ كريب. اختراع هكا. ده كريب على الطريقه الجزائريه اكيد. لا مش مصري ده خالص ولا جزائري. امال ايه بقى؟ اختراع. ايطالي مثلا؟ ممكن. او تركي صح أكيد. هو صراحه شفته في صفحه اجنبيه. يبقى تركي. يبقى ده كريب. بقول لك اجنبيه. ما تعرفيش يعني انت تشوفيها على النت وانا اللي اكل يا رانيا؟ يعني انت تجربي فيا مثلا؟ ايه ما تهزريش. وعايزه اقول لك حاجه، ما طيبتش غيرها يعني دي بس. يعني انا هاكل دي اصلا ما فهمتش شكون اخترع الفكره تاع لازم دو بلا وثلاثه بلا في الطابله، ورمضان لازم شوربه وبورك. لازم شلاضه ولازم دوزيام بلا. هي بلا واحد خلاص. انا عييت ما عادش نقدر نطيب. انا دماغي جايه في الشلاضه ديت تبقى محطوطه على الترابيزه وشوربه فري. ما كانش والو اليوم، ما درت والو والله، ما درت حاجه، درت هذه برك ودرت لك قوجه منه بلا. هي شكلها حلو بس يعني عبالك درت صينيه قد الدنيا كبيره والله. دي نفطر بقى برضو بكره صح؟ ونتسحروا بيها. ما عدتش نقدر نطيب خلاص عييت. طب تعالى عشان بس نفرج الناس بقى. رانيا عملت اختراع. ايه كل ذوق. قعد قول لها ايه. كل ذوق غني لها كل ذوق غني لها كل. بسم الله. تعالي بقى عشان افرجكم على الكرسه اللي رانيا عاملاها. اكيد كرسه. ايه اقسم بالفرشيطه كل شو حدير بالفرشيطه. ليش فرشيطه حنونتي؟ بلاش فرشيطه. ايه ده؟ هي مالها بتعمل يدك كده؟ وغلق نورمال تتقسم. بسم الله. اقسم نورمال. واو يا حنونتي. واو. طب ممكن بقى نشوف تحتها ايه؟ شوفوا البنات. دي طبقة صح؟ طبقة فيها الجبنة تقريبا لحمة مفرومة. طبقة تانية تقريبا برضو فيها جبنة ولحمة مفرومة برضو وبشاميل. يا سبحان الله برضو تحتها لحمة مفرومة. ذوق جمال. ذوق حنوني. دي تتفلسف عليا. ما قلت ليش وش رايك في الحطبه اللي انا حطيت لك عليها الماكله الخشبه؟ وش رايك فيها؟ دي ايه ده؟ طعمه جامد. اسمه ايه؟ قولوا له والله ما نعرف اسمه يا ابني. قلت لك هذو اختراعات نقعدوا نخلطوا حتى نخرجوا حاجه شابه. اختراعات. طب تخترع ايه بكره بقى؟ اعمل لنا حاجه يعني فاهمه برضو مش عارفه بس طعمها حلو كده برضو يعني. عجبتك؟ جامده. قولوا له والله العظيم تحفه. تعالي البنات بس. اذا كرهتم الكريب التقليدي والبيشاميل التقليدي هي تقريبا عامله شبه المكرونه البشاميل ولا انا بتهيالي؟ هي بشاميل ولحمه مفرومه بصح في بلاصه المقارون درت الكريب. انت عارفه بتدوب في البوق يعني بتدوب بنينه بتبلع على طول بتتزلط. عجبتك؟ والله جامده. قولوا له. بس انا حاسس ان ده اختراع جزائري برضه يعني. مش ما زال يقول لي جزيري. خلاص اختراع مصري حلو. مش مصري. المهم ان هو حلو. وحط لهم الوصفه بقى عشان يعرفوا انت عملت ايه في اللخبطه دي. تعالي بس شوف حاجه كده. ده انت عامله طبقات. الطبق ده عجينه دي صح؟ كريب يا جمال. ما هو كريب مش كده يا بنتي. الكريب بيبقى هي عجينه الكريب. تمام ماشي. المهم نحط لهم الوصفه ودوروا اللايك على على البتاع اللي هي مش عارفه اسمها دي. مش لا قول ديروا لها جام. ديروا لها جام وكومونتير وكم الخلاخ.
تعالى ناكل تاني واحدة بس عشان ايه، عشان انا جعان بصراحة. تعالي كده. حلوة حنونتي. باي باي، نشوفك غدوة. باي. هاي ليك وجات تهبل. بما انكم بزاف مني بما انه كاين بزاف بنات طلبوا الوصفة اليوم كي شافوا الفيديو اللي حطيته مع جمال، راح نحط لكم الوصفة. هي سهلة لكن طعمها رائع، يعني هي سهلة ومش مكلفة بزاف وبنينة تهبل. يعني ما نتخيلش اي واحد راح يذوقها ما تعجبوش. نسحق 3 حبات بيض كما راكم تشوفوا بدرجة حرارة الغرفة. يعني البيض قبل ما نبدا نستعمله نخرجه ساعة من قبل من الثلاجة. ودرت هنايا الملح لانه هاد الكريب راح يكون صالي يكون مالح. درت هنايا مغرف سكر وشويه فانيليا، يعني ندير لافاني وملح وسكر. وهنا درت 2 مغارف كبار تاع زيت عادي مش زيت نباتي. نعاود نقول لكم واش درت 3 بيضات، ودرت مغرف ملح صغيره ومغرف سكر صغيره وشويه لافاني، ودرت 2 مغارف كبار تاع عشا تاع الزيت. وهاد الطريقه تاع الكريب انا ملي كنت صغيره هذه اول حاجه تعلمتها، كان في عمري 14 سنه ولا 15 سنه والله، وطريقتي هذه المفضله. وهنايا نسحق معاهم. شوفوا هذا اللي حطيته، هذا قيس 3 مغارف كبار معمرين تاع فرينه، حطيت 2 كيلات منه. تسمى ديري نتيا واحد 8 مغارف فرينه، يعني 8 مغارف فرينه. المهم شوفي يعني عينك ميزانك، المهم انت توصلي لهذا القوام. نسحق، شوفوا دوك تشوفوا القوام اللي نسحقه. هنا حسيت باللي خاصها شويه فرينه، زدت لها. اهم حاجه توصلي عندي لهذا القوام باش نبدا نخففه بالحليب، وهذه اسهل طريقه ديري بها الكريب. شوفوا بديت نخففه بالحليب بالعقل. ما تنساوش تجيو انستغرام تابونيوني الانستغرام، دايما تلقاوه في الصفحه الرئيسيه في البايو، تلقاو اللينك ديالو، تلقاوه قدام كلمه متابعه واحد الكاري هكذا بزاف يدخلوا ديالك الانستغرام. هنا خففته نسحق يوصل عندي لهذا القوام. خلاص هذا هو المطلوب. نبدا نسخن المقله تاعي، نبدا نحط فيها وندير كاع نعرفوا نديروا هذه الخطوه البنات بلا ما نشرح لكم. يا خير راكم فاهمين واش راني حابه نقول. هكذا انا بديت نحط ونخليها يعني على نار متوسطه، ماشي عاليه بزاف باش ما تحرقهوليش وماشي ناقصه بزاف. ودائما على بالنا بلي الحبه الاولى تجي شويه فاسده ما تجيش مليحه بزاف، دائما هكذا. ما فهمتش علاش. كانت هذه اول واحده وكانت ما كانتش مليحه بزاف، ومن بعد درت كاع الكميه. يعني ما صورت لكمش كلش لكن يعني اختصرت الوقت. هنا نسحق حبه بصله كبيره، يعني نجو نديروا الفيونداش اللي راح نحطوه من الداخل. نسحق حبه بصله كبيره وكميه من اللحم المفروم، يعني حطيت كيلة بصل بكيلة فيونداشي، وحبه فلفل حلو وحبه فلفل حار. الفلفل اللي حطيته عطالها نكهه بزاف هايله، يعني هذه اضافه من عندي. حبه فلفل حلو ونخلطها مليح ونخليها تتقلى مع بعضها. المهم هنا نسحق فليزي بيس. انا درت فلفل عكري وراس الحانوت، درت واحده جومبو تاع اللحم بزاف بنينه، فلفل عكري وراس الحانوت، ودرت كاري هندي وخلطهم مليح. يعني ما درتش الملح لانه حطيت جومبو تاع اللحم يعني يغنيني عن الملح. ودايما نلقى تعليقات الجومبو ماشي مليح فيه المرض، والله الجومبو اللي انا نجيبه مليح. وندرت هنايا 2 مغارف تاع طوماطيش كونسونطري، طوماطيش تاع الباطا، طماطم معلبه او مصبره ما نعرفش كيفاش تقولوا لها. وطبعا الباطا تاع الطوماطيش كانت خلاصت، نرموها ما نرموهاش، نحطوا فيها شويه ماء ونحركوها مليح ونحطوا الماء فوق هذاك الفيونداشي
باش يولي عندك شغل لاصوص كيما لاصوص. تجي بزاف بنينه هاد لافاخس. حبيت نقول لكم بلي هاد لافاخس تقدروا ديروها في اي حاجه واحده اخرى، كيما تقدروا ديروها في المكرونه بشاميل، تجي بزاف بنينه. المهم هنا حطيت ما يعادل 50 غرام تاع زبده او 3 مغارف كبار زبده مارغرين، ونخليهم حتى يذوبوا مليح، هذيك الزبده تذوب، ونحط عليها 6 مغارف تاع فرينه، يعني 3 مغارف كبار زبده ب6 مغارف فرينه بهذا الشكل. ونخلي الفرينه مع الزبده تتقلى شويه باش تتحمص هذا الشكل هكذا، ونخليها تتقلى شويه باش تتحمص لنا مليح. وما تنساش تروحوا الانستغرام يا البنات يا الشابات. وهنا حطيت لها كاس حليب، يعني شوفوا 3 مغارف زبده و6 مغارف فرينه وكوب واحد تاع حليب. دوك نقول لكم وقتاش نزيدوا الحليب، يعني انا راح نستخدم 2 كيسان تاع حليب هنايا كبار، لكن في الاول نستخدم واحد برك. ونخليها غير ما تبدا هكذا تعقد، ندير عليها فلفل كحل وملح برك. كاين اللي يحب يزيد جوز الطيب، لكن انا نتجنبها في الطياب باسكو قالوا مش مستحبه. ومن بعد زدت لها شويه تاع راس الحانوت وزدت لها شويه تاع حليب برك. هذا واش ندير في البيشاميل ديالي، زدت لها قصدي كاس تاع حليب، وتجي بزاف بنينه وتجي القوام تاعها ثقيل. وهاد الخلطه يعني هاد الوصفه قصدي نستخدمها في بزاف عفايس. غير ما توصل عندك طلع هاد الفقاعات، تسمى البيشاميل تاعك راهي واجده، طفي عليها باش ما تحرق لكش من تحت. نجيب بلا عندي يكون لازم يكون بلا كبير، ما يكونش قد الحبه تاع الكخاب، فهمتوا واش قصدي؟ لازم يكون كبير عليها. ونحط طبقه تاع وحده كخاب، وفوقها شويه فيونداشي، وفوقها بيشاميل، وفوقها شويه فرماج. ونعاود الخطوات نكررها، فيونداشي بيشاميل فرماج. انا درت فرماج موتزاريلا، وهذه الخطوه اختياري، تقدري ديري شيدر، تقدري ديري اي فرماج تحبي، تقدري تستغناي عليه. يعني البيشاميل اصلا بنينه بلا والو بهذا الشكل. ونوزعها كاع باش تكون مستوى واحد. شوفوا كيفاش نديرها، لازم كاع تكون مستوى واحد. يعني لو كان تكوني الطبقه الاولى كثرتي فيها، طبقه دوزيام قللي شويه لافاخس باش تكون كاع كيف كيف بهذا الشكل. صدقوني انا كنت ندير فيها وخايفه، كنت خايفه باسكو ما طيبت والو الفطور، كنت درت هذه برك، كنت خايفه ما تجيش بنينه. لكن اقسم بالله يعني جمال هذاك الطبس اللي شفتوه كلا منه 3 ما شاء الله يعني، وانا كليت منها بزاف بنينه. نخيروا الحبات الكاملين الشابين اللي مش مقطعين باش تجينا مليحه. وهنا كانت لافاخس خلاص لي، درت اخر وحده خلاص. هاي ليك هكذا بهذا الشكل. مش لازم تعمري كل طبقه مليح، باسكو اصلا انت راكي عمرتي من تحت، تسمى الطبقات تعوضيهم بعضهم. درت هنا عاود درت بيشاميل، وعاود درت فرماج موتزاريلا. تحبي ديري فرماج رابي يجي بنين، تحبي ديري شيدر يجي بزاف بنين. وهنا شوفوا كيفاش نديرها بيدي باش تطبطب كاع تولي قد بعضها. اخر حاجه اخر طبقه نغطيها كاع بالبيشاميل، ونزيد لها فرماج موتزاريلا، وندخلها الفور باش برك تحمر. يعني هي كلش راهو طايب فيها، يعني دخليها الفور قبل المغرب ب4 ساعه باش تحمر مليح باش تحمر مليح برك. وقطعيها وقدميها ورشي عليها شويه تاع معدنوس، كيما تحبي تزينيها زينيها. وصدقيني راح تاكلي احلى وجبه متكامله وسهله ومش مكلفه بزاف في اليوم. وبرك هذا مكان. وما تنساوش ديروا اشتراك للقناه تاع اليوتيوب، تلقاوها تاني في البايو. شوفوا كيف خرجت، الله تشوفوا ريحتها قتلتني، انا كنت صايمه. وهذا هو شكلها النهائي، تجي طبقات. حبيت نقول لكم بلي تجي تشبه شويه في طعمها للازانيا، لكن تجي بنينه على اللازانيا والله. وهذا مكان. باي باي، ما تنساوش انستغرام.